عمرك سألت نفسك ازاي نفس العلف من نفس الشركة عنبر يطلع وزن ممتاز وعنبر تاني يطلع خسران؟ طب هل العلف بريء ولا المشكلة في حاجة تانية محدش واخد باله منها؟ خليني اقولك الحقيقة اللي كتير مش حابب يسمعها. معاكم مهندس محمد الصاوي ودي قناة كتكوت أكاديمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا سيدي، الموضوع ده بيتكرر معايا كتير جدا. الناس بتكلمني تقولي انا ما غيرتش حاجة، نفس العلف نفس الكتكوت بس النتيجة مختلفة تماما، وده بيخلي المربي يشك في العلف او في الشركة او حتى في نفسه. بس الحقيقة ان العلف لوحده عمره ما كان القصة كلها. العلف عامل زي البنزين، لو حطيته في عربية موتورها بايظ مش هتمشي، ولو حطيته في عربية متظبطة هتجري. يعني نفس العلف ممكن يديك نتائج ممتازة وممكن يديك نتائج ضعيفة حسب هو دخل جسم الفرخة ازاي وتصرف فيه ازاي. وهنا نبدأ نخش في أول سبب حقيقي للاختلاف. كتير مننا بيركز بس في نوع العلف وناسي ان الفرخة بتشرب ضعف اللي بتاكله تقريبا. يعني على سبيل المثال، لو عندك عنبر ميته نظيفة، ضغطها مظبوط، حرارتها مناسبة، والخط متغسل بانتظام، هنا العلف هيتاكل وهيتحول لوزن. وعلى النقيض تماما لو عندك عنبر فيه املاح او بكتيريا او الخط مسدود او الشرب مش مريح، فهنا الفرخة اصلا مش بتاكل كويس، فعندك هنا هيبقى نفس العلف بيخش ولكن مش بيستفاد نفس الاستفادة. طيب لو المية تمام، يبقى نخش على السبب اللي بعده. الفرخة لو بردانة مش هتفكر في الأكل، ولو حرانة هتاكل أقل. عايز أقولك إيه؟ عايز أديك مثال لعنبرين. العنبر الأول متظبط، حرارته ثابتة، تهوية مظبوطة، العلف هنا هيتحول للحم. طب العنبر التاني حرارته مش مستقرة، طالعة ونازلة، ورطوبته عالية، الفرخة هنا هتاكل العلف علشان تعيش مش علشان تكبر. وهنا الفرق بيبان مش بس في شكارة العلف لكن في الجو اللي الفرخة عايشة فيه. لسه في سبب خطير الناس بتنساه. ركز معايا في الحتة دي علشان مهمة جدا. هنا انا هديلك مثال عن نفس العلف بس بيتقدم بدري او متأخر، بمعنى انك تدي علف بادي زيادة عن اللزوم او انك تدي علف خشن نامي بدري شوية، وده بيكون مش متوافق مع عمر الفرخة. يعني عنبر بيبدل العلف في توقيته الصح وعنبر تاني بيستنى زيادة او يستعجل. العلف هنا مش وحش بس التوقيت هو اللي غلط، والغلط ده بيكون تمنه وزن ضايع. وفي الحتة دي لو عايز تعرف امتى بالظبط تبدل العلف، فهتلاقيني سايب لك لينك في اخر الفيديو بيتكلم عن الوقت الصح لتبديل العلف. عايزك تعرف حاجة مهمة، ان الامعاء بتاعت الفرخة لو تعبانة فالعلف ضايع وما تنتظرش منه اي حاجة. يعني لو الفرخة بتعاني من كوكسيديا، التهابات، ولو انت حملت ادوية غلط او استخدمت مضاد سموم في غير وقته، كل ده بيخلي الفرخة تاكل بس الجسم مش قادر يستفيد. عشان كده بنشوف عنبر بيصرف علف اكتر ويطلع وزن اقل. ولو عايز تعرف ازاي تستخدم مضاد السموم في وقته الصح، فانصحك تتفرج على الحلقة اللي هتظهر لك في علامة الاي دلوقتي فوق. لو الكلام ده حسسك ان في حاجة كنت غافل عنها، راجع عنبرك قبل ما تغير العلف. ولو حابب المحتوى العملي اللي من ارض الواقع، اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. واستنونا الحلقات الجاية بإذن الله من كتكوت أكاديمي.